أهلا بيكم. سنة 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول من الوحدة التانية بعنوان عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة من كتاب الأضواء. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول أكمل. 1. ساعد نهر النيل المصريين القدماء على التواصل بين الشمال والجنوب. 2. قام المصري القديم بالزراعة والاستقرار على ضفاف نهر النيل. 3. موقع مصر الجغرافي ملتقى قارات العالم القديم. 4. تتمتع مصر بحدود طبيعية آمنة تتمثل في البحرين الأحمر والمتوسط. 5. لحماية البلاد واستقرارها اهتمت مصر ببناء جيش قوي. 6. في المجال الاقتصادي قام المصريون القدماء بتطوير نظم الري. 7. ساعد على بقاء آثار المصريين القدماء حتى الآن المناخ الجاف. 8. أول شعوب العالم معرفة للوحدة السياسية هم المصريين القدماء. 9. تميز المصريون القدماء في الفنون والعلوم المختلفة بعد معرفتهم الكتابة الهيروغليفية. السؤال التاني اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. ساعد نهر النيل المصري القديم في الزراعة والاستقرار صح. 2. ساعد موقع مصر الجغرافي على التأثير والتأثر بالحضارات القديمة صح. 3. الثروات الطبيعية أحد العوامل البشرية لقيام الحضارة المصرية القديمة غلط، من العوامل الطبيعية. 4. ساعدت الحدود الطبيعية على حماية مصر من الغزاة صح. 5. ساعد المناخ الجاف على بقاء آثار المصريين القدماء خالدة حتى الآن صح. 6. كان للحكومة المركزية في مصر القديمة دور في إدارة شؤون البلاد صح. 7. الجيش أحد العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة غلط، من العوامل البشرية. 8. إبداع المصريين القدماء من العوامل الطبيعية لقيام الحضارة المصرية القديمة غلط، من العوامل البشرية. 9. الموقع الجغرافي من العوامل البشرية للحضارة المصرية القديمة غلط، من العوامل الطبيعية. 10. اهتم المصريون القدماء بالقيم والأخلاق الحميدة والإيمان بالحياة بعد الموت صح. السؤال الثالث اختر أحد العوامل الطبيعية التي ساعدت على نشأة الحضارة المصرية القديمة هو الحدود الطبيعية. 2. العامل الطبيعي الذي جعل مصر ملتقى قارات العالم القديم هو الموقع الجغرافي. 3. أحد العوامل البشرية التي ساعدت على نشأة الحضارة المصرية القديمة هو الحكومة المركزية. 4. أي من العناصر التالية استخدمها المصري القديم في بناء الأهرامات؟ الثروات الطبيعية. 5. السبب الرئيسي في معرفة المصري القديم للوحدة والتعاون هو نهر النيل. السؤال الرابع صوب ما تحته خط. 1. عرف المصريون القدماء الكتابة باللغة العربية غلط، عرفوها بالكتابة الهيروغليفية. 2. أحد العوامل البشرية التي ساعدت في قيام الحضارة المصرية ولعبت دورا في إدارة شؤون البلاد
الحدود الطبيعية. غلط، الحكومة المركزية. 3. المناخ المعتدل من العوامل البشرية لقيام الحضارة المصرية القديمة. غلط، من العوامل الطبيعية. السؤال الخامس، صنف عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة التالية: الجيش ونهر النيل والمناخ المعتدل وكفاح المصريين والثروات الطبيعية والحكومة المركزية. هنصنفهم لعوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية زي نهر النيل، المناخ المعتدل، الثروات الطبيعية. أما العوامل البشرية زي الجيش، كفاح المصريين، والحكومة المركزية. السؤال السادس، حدد المختلف في العبارات التالية: نهر النيل، الثروات الطبيعية، والحكومة المركزية، والموقع الجغرافي. المختلف الحكومة المركزية، لأن كلهم من العوامل الطبيعية ما عدا الحكومة المركزية من العوامل البشرية. 2. جيش قوي، إبداع المصري، الحكومة المركزية، والمناخ المعتدل. المختلف المناخ المعتدل، كلهم من العوامل البشرية ما عدا المناخ المعتدل من العوامل الطبيعية. السؤال السابع، بما تفسر: 1. أهمية نهر النيل بالنسبة للحضارة المصرية القديمة. ساعد المصري القديم في الزراعة والاستقرار والوحدة والتعاون لبناء الجسور والسدود والتواصل بين الشمال والجنوب. 2. أهمية الموقع الجغرافي للحضارة المصرية القديمة. جعل مصر ملتقى قارات العالم القديم الثلاثة، وساعد على التأثير والتأثر بالحضارات القديمة. 3. اهتمام المصريين القدماء ببناء جيش قوي لحماية البلاد واستقرارها ووحدة أراضيها. 4. ازدهار التجارة بين الحضارة المصرية والحضارات المجاورة بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية وإتقانهم لكثير من الصناعات، منها النسيج والحلي والفخار. 5. أهمية الحدود الطبيعية للحضارة المصرية القديمة. ساعدت المصريين القدماء على حماية بلادهم من الغزاة ووفرت لهم الأمن والاستقرار. 6. نحت التماثيل وبناء الأهرامات في مصر القديمة بسبب تميز مصر بتنوع المعادن والصخور. 7. تميز المصريين القدماء في الفنون والعلوم المختلفة بسبب البيئة الغنية بالموارد والإنسان المبدع، خاصة بعد معرفته بالكتابة الهيروغليفية. السؤال الثامن، ما النتائج المترتبة على إقامة حكومة مركزية في مصر قديما؟ ده ساعد على إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين ومتابعة المشروعات. 2. الموقع الجغرافي المتميز بالنسبة للحضارة المصرية القديمة، ده جعل مصر ملتقى قارات العالم القديم الثلاثة وساعد على التأثير والتأثر بالحضارات القديمة. 3. إتقان المصريين القدماء كثيرا من الصناعات، ده أدى إلى ازدهار التجارة مع الحضارات المجاورة. السؤال التاسع، دلل. 1. ساعد مناخ مصر في قيام الحضارة المصرية القديمة، حيث تتمتع مصر بمناخ معتدل وساعد المصريين القدماء على الابتكار والعمل، كما ساعد المناخ الجاف على بقاء آثار المصريين القدماء خالدة حتى الآن. 2. ساعدت الثروات الطبيعية في مصر على تنوع إبداعات المصري القديم، حيث تميزت مصر بتنوع المعادن والصخور
واستخدمها المصري القديم في نحت التماثيل وصناعة الحلي وأدوات الزينة وبناء الأهرامات. 3. كفاح وإبداع المصريين القدماء أحد العوامل البشرية لقيام الحضارة المصرية القديمة، حيث استثمر المصريون القدماء موارد الطبيعة مع ما لديهم من إبداع وإتقان العمل وحب العلم والمعرفة لتشييد حضارة عظيمة. 4. أتقن المصريون القدماء الكثير من الصناعات زي صناعة الفخار والنسيج والحلي. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.